السلام عليكم، ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل اعاده تدوير للعلب بتاعه الكحك والبسكوت دي بتاعه العيد. ما ترميهاش بقى عشان هنعمل بيها فكره حلوه قوي. بس قبل ما ابتدي، لو مش مشتركه في القناه يا ريت تنوريني وتشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. ولو عجبك الفيديو وعجبتك الفكره ما تنسيش تدوسي على الفيديو لايك. طبعا دلوقتي انا عجبني بصراحه العلب دي شكلها وهي مقسمه كده من النص. قلت يعني هتبقى زي منظمات كده، بس هنعملها بفكرة مختلفة وفكرة جديدة يعني. انا معايا كده علبتين زي ما انتم شايفين، معايا كمان الغطيان بتاعتهم. يعني احنا هنستخدم العلب والغطيان عشان خاطر تقوي العلبة نفسها ما تبقاش ضعيفة من تحت. فهنستخدم برضو الغطيان. لو مش عايزه تستخدمي الغطيان ممكن تجيبي كرتون تاني عادي خالص وتعملي زي ما هعمل كده بنفس الطريقة. كمان هبقى محتاجة معايا مسدس الشمع اهو. وكمان هبقى محتاجة قلم مسطرة، رولات اللي هي بتاعت مثلا ورق الفويل او اي حاجة عندك، رولات زي كده تكون طويلة شوية. ومعايا الستيكر اللي طبعا كلنا عارفينه. الستيكر مش اللي هو بتاع الرخامة، مش التقيل، يعني ستيكر عادي خالص يكون سعره مش غالي، متوسط. دول انا جايباهم 5 متر هم على بعضهم ب25 جنيه. حلو اللون ده عجبني. فدلوقتي هنبتدي دلوقتي الشغل بتاعنا. اول حاجه انا هاخد العلبتين اللي معايا وهلزقهم بحيث ان هم يبقوا مقابلين لبعض بالشكل ده كده. هنلزقهم كده في بعض بقى بمسدس الشمع او باي حاجه، بلزق مثلا دبل فيس، اي حاجه تريحك. انا هبتدي ان انا احط شمعي هنا كده وهلزقهم بمسدس الشمع. وعايزاهم يبقوا مظبوطين الاتنين على بعض بالظبط بالطريقه دي كده. نضغط عليهم كده كويس علشان خاطر يمسكوا في بعضهم. بعد كده هجيب بقى علبة نفسها وهبتدي ان انا ادخلها هنا كده بالمقلوب، وبرده هلزقها. بس انا عايزة اهم حاجة ان انا الزقها من الجناب هتبقى ماسكة ببعض كويس. دلوقتي انا بعد ما لزقتهم التلاتة في بعض بالشكل ده، الوش بتاع العلبة فوق وبعدين هنا الغطا وفيه هنا غطا تاني. هبتدي ان انا اجيب كده المسطرة واحاول اقيس المسافة من هنا لحد هنا كام علشان خاطر نقص بالظبط الستيكر بتاعنا. هو عمل لي يعني 9 سنتي، فانا هزود شوية وخلينا 11 سنتي علشان هيبقى هندخله بقى ونتنيه من فوق ومن تحت. وبعدين هبتدي كده افتحه بقى معاكم واقص العرض يبقى 11 سنتي. كده اهو انا علمت في الورقة بتاعتي كده 11 سنتي. هبتدي بقى اقص شرايط. احنا بنعمل كده عشان تبقى بس الدنيا ايه متنظمة معانا. في من الستيكر ده بيبقى متعلم ورا مربعات كده عشان تعرفي تمشي عليها، وفي ما بيبقاش متعلم ولا حاجة. ده بيبقى النوع ده رخيص شوية زي اللي هو معايا كده. هبتدي ان انا اقص 11 سنتي و11 سنتي تاني، مثلا 3 أو 4 كده علشان خاطر ده هنبتدي نلفه حوالين العلبة بتاعتنا ونبتدي ان احنا يعني ايه نزين بقى العلبة نفسها، منسيبهاش بقى بشكلها ده كده. انا هخلص وبعدين هبتدي ان انا امشي على الخطوط اللي انا عملتها دي وهقص عشان تديني بقى يعني شرايط كده متساوية. هخلص وبعد كده هرجع لكم اوريكم ازاي هنلزقه مع بعض. دلوقتي هبتدي ان انا بقى الزق الستيكر بتاعي. بحط صباعي كده زي ما انتوا شفتوا على الورقه نفسها اللي هي بتبقى لازقه من تحت، وبعدين بمسطره او بكارت او بصباعك باي حاجه، وتبتدي ان انتي تسحبي وتطلعي الهواء كده زي ما انا بعمل، تضغطي يعني.
واي زياده هنبتدي ان احنا ندخلها جوه العلب نفسها، يعني من فوق ومن تحت. هقص كده بالمقص من عند الزوايا اما حته صغننه خالص، وبعدين هبتدي ان انا اتنيهم لجوه. طبعا ممكن كمان من جوه تغلفيها برضو بالستيكر، او ممكن تسيبيها زي ما هي. يعني انا بتاعتي لونها سيلفر كده فشكلها حلو. طبعا على حسب بقى العلبه اللي عندك. بنفس الطريقه هكمل برضو العلبه اللي انا هحطها من تحت، اللي هي العلبه التانية. ودلوقتي هبتدي ان انا اغلف الرولين اللي معايا. هجيب برضو قطعة طويلة كده بنفس الحجم تقريبا، او يعني نفس العرض، وهبتدي ان انا افرد عليها الرول بتاعي وهضغط كده والف. وبعد كده بعد ما هغلفهم هبتدي ان انا اقطعهم نصين يكونوا متساويين، يعني يبقى عندي 4 نفس المقاس بالظبط. دلوقتي زي ما شفتوا معايا انا غلفت الجزء اللي فوق. انا ليه عملته كده، لزقت التلاتة في بعض بحيث ان هي تبقى متينة، لان انا هعملها دورين هيبقى زي منظم كده. واللي تحت كمان غلفته، والاربع رولات غلفتهم. هنحط 2 هنا وهنحط 2 الناحية التانية، هنلزقهم بمسدس الشمع، وهيبقى عندنا دورين كده. كأنها منظمة تحطي فيها، تستخدميها لحاجات كتير جدا، ممكن للميك اب، ممكن في المطبخ، ممكن للامشاط والتوك والحاجات بتاعتك. ممكن كمان تقسميها نصين هنا كده. بس هنا شايفه يعني ان هي مقاسها كده كويس. يعني ممكن تستخدميها استخدامات عديدة جدا، يعني كتيرة. تحطيها على المكتب، تحطيها في اوضه النوم على التسريحه. انا دلوقتي هلزق الاربع رجلين دول كده، وهبتدي بقى اوريكم استخداماتها المتعدده اللي انا هستخدمها فيها، وهرص الحاجه واوريها لكم كمان. كده انا لزقتها زي ما انتوا كده شايفين معايا. عملت الدورين اهو. الدور اللي تحت ده هنستخدمه برضو متقسم كده زي ما انتوا شايفين. ممكن كمان من جوه تبطنيه بالورق ده، وكمان دور من فوق. يلا بينا بقى كده نروح على التسريحه ونشوف هننظم فيه الحاجات بتاعتنا ازاي. دلوقتي انا هوريكم كده اول فكره انا عملتها. منظم زي ما قلت لكم. منظم بقى هتحطيه على التسريحه بتاعتك، لميت فيه المشاط ومثلا مونيكيرات، توك هنا، برفانات وكريمات برضو بتاعتي وكده. ممكن تعملي مثلا واحد تاني خاص ببنوتك، تلمي فيه التوك بتاعتها والحاجات الصغيره اللي بتضيع دي. تلمي لها برضو فيه كل الحاجات بتاعتها. كمان ممكن نعمل برضو نفس الفكره دي واحد مثلا نلم فيه الكريمات والشاور والحاجات اللي هي بتتحط في الحمام. هو ميزته ان هو بدورين، يعني هيشيل معاكي كميه كبيره، واحنا كمان يعني تقلناه وخليناه متماسك شويه، بحيث ان احنا حطينا كل الغطيان زي ما شفتوا كده في الدور اللي فوق، خصوصا علشان يبقى متماسك معايا. اما تاني فكرة لاستخدامه عملي كده قدامكم زي ما انتم شايفين، هتنفع جدا الامهات اللي عندهم اطفال كده لسه مثلا بيلبسوا بامبرز وبيغيروا لهم. انا عملت كده، غيرت بصراحة وشلت الحاجات اللي كنت حطاها الاول، حطيت فيه بقى الكريم والباودر مثلا الادوية والوايبس، الحاجات اللي بستخدمها دايما ودايما بتبقى محتاجاها وتبقى دايما تحت ايديا. حطيتها كده برضو ونظمتها بالطريقة دي. زي ما بقول لكم هو منظم متعدد الاستخدامات، تقدري تستخدميه بمليون طريقه. طبعا انتي وحسب احتياجاتك. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم ويكون سهل عليكم وبسيط، وتنفذوا الفكره وما ترموش بقى العلب بتاعه الكحك والبسكوت واستغلوها. ما تنسوش بقى لايك على الفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب جدا. مع السلامه.